أهلا بكم. النهاردة هنغوص في قصة معقدة لشخصية اسمها مصطفى بونيف. كلامنا هيعتمد على مقتطفات من نص اسمه مصطفى بونيف ابن لا أحد. هدفنا نفهم رحلة البحث عن الهوية دي وإزاي شكلت حياته. الحكاية بتبدأ في مكان بسيط، حي شعبي في بوسعادة بالجزائر. عندنا شخصيتين أساسيتين. الأول راشد، ده سائق باكستاني، النص بيوصفه إنه غامض وهادي. التانية الزهرة، دي ست جزائرية مطلقة. النص بيقول إن سمعتها كانت متحدية للتقاليد السائدة وقتها. تمام. وبين الاتنين دول بتنشأ علاقة مش عادية خالص. المصدر بيوصفها كأنها صفقة بين قلبين وحيدين. تعبير قوي الصراحة. جدا. والعلاقة دي اللي كانت في السر طبعا، نتيجتها كانت طفل اتولد، والخوف من كلام الناس والفضيحة كان مالي الجو. وهنا بقى في نقطة مهمة جدا. الأم الزهراء اختارت له اسم قوي، مصطفى بونيف، يمكن زي ما بنقول محاولة لتعويض الأصل اللي مش معروف ده. منطقي. لكن الموقف الأكثر تأثيرا أو الصادم جاي من الأب راشد. النص بيقول لما طلبوا منه يعترف بالولد رسميا، رده كان غريب. قال: الطفل إن كان يشبهني فهذا قدر، وإن لم يشبهني فهذا أيضا قدر، لكن لا تسألني أن أوقع على ورقة. يا خبر، ده الرفض صريح للتسجيل الرسمي. بالضبط، رفض قطع. وده مش بس حط الأساس لمعاناة الولد بعدين، لا، ده يعتبر نموذج مبكر جدا لفكرة إنكار الأبوة دي، وإزاي ممكن تخلق أزمة هوية عميقة عند الطفل. أكيد طبعا. الرفض ده ليه تبعاته. مصطفى بيكبر وهو طول الوقت بيسمع كلام من تحت لتحت، همس ولمز عن نسبه، وده خلاه يحس إنه غريب أو دخيل زي ما النص بيوصف. الوصف بتاعه في شبابه كمان، النص بيقول كان هش رطب رخوا، وحتى في إشارة لقدرة غريبة على تقليد النساء. الإحساس بالاختلاف ده أكيد ساب بصمة قوية في تكوينه النفسي. أكيد. والمشاعر دي كلها اللي بتتربى جواه سنين وصلت لذروتها وهو عنده 20 سنة. النص بيصور مشهد قوي، واقف قدام المراية كأنه في مواجهة مع نفسه. وبيقول إيه؟ بيعلن لنفسه زي ما النص بينقل: أنا مصطفى بونيف ابن لا أحد، لكني سأجعل اسمي معروفا وأتخلص من عقدة مجهول النسب. شوف الإعلان ده، دي لحظة حاسمة. إعلان حرب شخصية ضد فكرة إنه ملوش أصل، ورغبة جبارة إنه يصنع هوية لنفسه، أي هوية مهما كان التمن. والرغبة دي في إن الواحد يثبت نفسه هي اللي خدته بحسب المصدر طبعا لطريق تاني خالص، طريق نقدر نقول مثير للجدل. اللي هو إيه؟ النص بيقول إنه شاف إن مهاجمة المغرب والمغاربة ممكن تكون طريق سريع للشهرة، استغلال اسم المغرب الكبير عشان يضمن انتشار، وخصوصاً زي ما النص بيشير عن طريق إعلام كبرنات عسكر الجزائر. ده تعبير بيستخدم لوصف الإعلام اللي بيعتبر قريب من المؤسسة العسكرية هناك. تمام. هو رهن على العداء ده عشان يكسب شهرة. طيب والنتيجة؟ النتيجة بحسب النص ما كانتش زي ما هو كان متوقع خالص. بدل الشهرة اللي بيدور عليها لقى السخرية والتهكم. للأسف. النص بيشير إنه أخذ لقب مصطفى بوسبير، وبقى زي ما المصدر بيقول مادة للسخرية على السوشيال ميديا من ناشطين مغاربة وعرب وأفارقة كمان. الخطة انقلبت ضده تماما. بالظبط. فالقصة اللي قدامنا دي هي قصة رحلة بحث عن ذات ضايعة وعن اعتراف. رحلة بدأت بنسب غامض وإحساس بالرفض، وانتهت زي ما النص بيحكي بمسار إعلامي عمل جدل كبير وما جابلوش غير السخرية. صحيح. والأمر اللي فعلا يخلي الواحد يفكر هو إزاي الإحساس العميق ده، إحساس إن مالكش جذور أو إنك مرفوض، ممكن يدفع بني آدم لاختيارات متطرفة بالشكل ده. السعي وراء بناء هوية، أي هوية بقى، حتى لو كانت هوية مبنية على عداء أو استفزاز، أحيانا بيكون هو ده الدافع الأساسي. القصة بتفتح أسئلة عن النفس البشرية، وإزاي بنبني نفسنا لما يكون مفيش أصل معترف بيه. نقطة عميقة جدا. وده بيسيبنا في الآخر مع سؤال يمكن المستمع ياخده معاه يفكر فيه: لحد فين ممكن البحث عن الاعتراف، البحث عن الهوية، يغير مسار حياة إنسان بالكامل؟ وإزاي الناس بتتعامل مع إحساس إنهم أبناء لا أحد عشان يلاقوا مكان ليهم في الدنيا؟